وشراكة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال. مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة في إطار التزامها تجاه القارة الإفريقية وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال الشقيق. شهد الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. تضمنت الزيارة عرضا تقديميا عن إجراءات الإعداد والتجهيز للقوات المشاركة، والتي عكست مدى الجاهزية والاستعداد القتالي لكافة الأسلحة والتخصصات. تلا ذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية وعرض لنماذج من المركبات المشاركة بالمهمة. هذا وقد أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف. يأتي ذلك تأكيدا على الموقف المصري التاريخي الذي يعكس الحرص على المشاركة الفاعلة لدعم ركائز الأمن والسلم الدوليين.